بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا ام احمد، وجايه لكم النهارده كده شويه كفته حياتي على الفحم. انما ايه حكايه، وبجد يستاهلوا بقكم. والعظمه كمان في الفيديو ان من كيلو لحمه واحد هنحوله ان شاء الله لاكتر من 2 كيلو ونص من كفته الحياتي. انت بتتكلمي جد يا ام احمد؟ اه يا حبايب قلبي، زي ما بقول لكم كده. بس قبل ما نبدا في الفيديو، يلا كده، لو لسه جديدة وأول مرة تشاهديني حط اللايك، وكمان اشتركي في القناة وفعل الجرس على كل حبيبة قلبي. ويلا نسمي الله كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف معانا ايه وهنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. أول حاجة كده معايا كيلو من اللحمة المفرومة، وانتي بتجيبيها كده من عند الجزار خليه يحطلك عليها حتة دهن. تمام حبيبتي؟ وكمان اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون. معايا هنا بصلتين كبار كده متقطعين، ومعايا كمان قرنين فلفل ونص قرن شطة كده سبايسي، وضربتهم في الكبة وصفيتهم كويس قوي. ودي مية البصل زي ما انتم شايفين، وحطينا البصل. تمام. معايا هنا كمان كوباية من البرغل، وده بقى السر هنا في الكفتة بتاعتنا، كفتة الحياتي، وده هو المكون اللي زود معايا الكمية، وكمان في نفس الوقت مش هيغير معايا طعم ابدا ابدا. طبعا كوباية البرغل دي نقعتها في مية سخنة كده لمدة نص ساعة، وصفيتها كويس قوي وضفتها هنا على اللحمة بتاعتنا. تمام. يلا بقى نشوف بقية المكونات والإضافات. أول حاجة معايا كده معلقتين كبار من البقسماط، وكمان معلقة كبيرة هرمية كده من النشا، معلقتين 2 كبار من الدقيق. معايا كمان كيس بيكنج باودر كده هاخد منه نص معلقة كبيرة. تمام. عشان تعمل هشاشة كده للكفتة بتاعتنا، والدقيق والنشا والبقسماط عشان يمتصوا اي سوائل موجودة معايا في اللحم. تمام كده. هنزل عليهم بقى كمان بمعلقتين كبار من بهارات المشاوي او بهارات الكفتة. نزلنا كمان بنص معلقة كبيرة كده من السبع بهارات، نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة كبيرة من الجنزبيل. تمام. وهنا بقى قطع الدهن بتاعتي دي انا قطعتها كده بالسكينة، ولو عايزة تبشريها ابشريها عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة نسبة اللحمة بتاعتك دي يكون فيها نسبة دهون حلوة. يعني الكيلو اللحمة ده عليه مش اقل كده من 100 جرام ايه من الدهون، عشان هي دي اللي بتخلي الكفتة معاكي طرية وحلوة كده ونافشة. تمام. هجيب بقى الكبة بتاعتنا، لو ما عندكش كبة اعجنيها بايدك، افضلي اعجني فيها قوي 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 لحد ما تنعم معاكي، وتبص تلاقي الانسجة بتاعتها ظهرت كده. تمام. بس انا النهاردة حبيت اسهل على نفسي واعملها في الكبة. الخطوة دي مهمة جدا جدا من نجاح الكفتة بتاعتنا يا جماعة، انك تعجنيها كويس قوي زي ما قلت لك. تمام. وبعد كده هنخلص الفرم الكمية دي كلها، وهرجع لك تاني حبيبة قلبي كده بسرعة بسرعة. وهنا خلصتها وكانت بالشكل ده. هعمل ايه؟ هغطاها كده بالستريتش راب، وهدخلها التلاجة كده برضو تتشمع كده مع بعضها في التلاجة وتتماسك. ما شاء الله انا سبتها في التلاجة حوالي ساعة، لان كان قدامي لسه وبعد وقت. كده خدت اللحمة بتاعتي وخدت كل حاجة، وطلعنا بقى فوق على السطح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هناك كده ابو احمد مولع نار ومولع الفحم بقى كده، وعمال ايه يشغل فيها بالهواي، وانا هنا خدت الشبكه وقعدت اصبع له كده الكفته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما شاء الله الكفته متماسكه وزي الفل، وتتشكل معايا بكل سهوله. وانا هنا شكلتها كده على الميزان السكاكين بتاعي، ما شاء الله هو حلو زي الفل. بشكلها عليه. عايزه بقى تعمليها على عصيان شيش مفيش مشكله. وهنا بقى كان النار خلاص استعملت، وحطيناها كده على الشوايه، وبنقلبها بقى من الاتجاه. مش عايزه اقولك الريحه بتاعتها قلب الدنيا، والكفته بسم الله ما شاء الله ما كشتش وجميله، وبصوا محتفظه بشكلها لاخر دقيقه. ما شاء الله زي ما قلت لكم الكيلو معانا حولناه ل2 كيلو ونص من الكفته، ويمكن ازيد كمان. ما شاء الله تحفة وطرية، وبصوا ونافشة، وريحتها بقى وطعمها خطير، احسن من اللي بتجيبها من بره. وهنا عملت جنبها بقى شوية طحينة، وقطعت كده شوية طماطم وخيار، وكمان عملنا شوية بصل كده حلوين. ويلا بقى نعمل السندوتشات الجميلة دي. ويلا بقى اديله حاجة كده. ما شاء الله عملنا بصوا اكل المطاعم في البيت. يلا حبيبتي دلعي ولادك وجيبي لهم المطعم في البيت كده، وفرحيهم، واعملي لهم احلى كفتة حياتي. حاجة كده ما شاء الله عظمة. وبكده يكون الفيديو بتاعه خلص. لو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير.
كومنت حلو محفز منكم عشان بيفرق معانا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ومع السلامة.